عاجل ومفاجأة من العيار الثقيل لجماهير المنتخب الوطني الجزائري. لنتابع التفاصيل واضغطوا على زر الإعجاب لهذا الفيديو ليصلكم دائما كل جديد. في تطور مثير، كشفت تقارير رياضية أن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش يدرس خطوة باستدعاء اسم جديد من عائلة كروية عريقة. يتعلق الأمر بنجل أسطورة كرة القدم العالمية زين الدين زيدان، اللاعب ثيو زيدان، والذي كان ينشط في صفوف ريال مدريد على مستوى الفئات للشباب. وبحسب نفس المصادر فإن ثيو زيدان بدأ يفكر بجدية في تغيير مساره الدولي، حيث لا يبدي حماسا لتمثيل المنتخب الفرنسي، ويفتح الباب أمام إمكانية حمل قميص المنتخب الجزائري في الفترة المقبلة، خاصة في ظل تواجد شقيقه الحارس لوكا زيدان ضمن صفوف المنتخب الوطني الجزائري، ما قد يسهل عملية اندماجه داخل المجموعة. وخصوصا أن اسم زين الدين زيدان مرتبط بتاريخ كبير مع نادي ريال مدريد سواء كلاعب أو كمدرب، فهل نشاهد ثيو زيدان قريبا بقميص المنتخب الجزائري إلى جانب شقيقه لوكا زيدان، أم أن الأمور ستتغير في اللحظات الأخيرة؟